1984 وخاض بها بحار الإنجازات، واقفا أمام عواصف ورياح المنافسين، ثابتا وراسخا أمام كل ما يواجهه من عقبات، حتى أصبح اسم الزمالك مرتبطا باسم هذا الرجل، فكلما ذكر الزمالك ذكر حلمي زمورة. ومع 5 نوفمبر عام 1986 توفي حلمي زمورة ليهز خبر وفاته القلعة البيضاء، ولكنه ترك لها أساسا لا يهتز أبدا. ومع كل عام تمر علينا ذكرى هذا الرجل فيتذكره الجميع محبين مخلصين، ومع كل إنجاز يتحقق على يد أبناء الزمالك يشعر الجميع بأن هذا الإنجاز يهدى إلى روحه الطاهرة. وكان الكل يجزم بأن ابتسامة تلوح في الأفق على وجه حلمي زمورة وهو بين يدي ربه، سعادة بهذا الإنجاز. ومع السنوات الأخيرة غابت الإنجازات عن القلعة البيضاء فتوارت الابتسامة بعيدا. فهل يشعر أبناء القلعة البيضاء لاعبين وإداريين بمدى الذنب الذي يقترفونه في حق هذا الجبل الشامخ الذي لم يمح من ذاكرتنا في الوقت الذي سيسقط فيه الآخرون من الذاكرة؟ رحم الله حلمي زمورة وأعاد الابتسامة إلى قلبه الذي ينبض بجوار